هو انا لو لعبت تمرين ترابيز بالمنظر ده هيكبر لي عضلات الترابيز، وعشان كده بالفعل اغلبيه الناس مش عارفه تطور عضلات الترابيز. وتعالى اقول لك على التركايه، لان انت هنا حركت عضله ثانيه خالص. في الحقيقه في فرق ما بين ان لوحين الكتف يطلعوا لفوق بالمنظر ده او ان الاثنين يطلعوا لفوق بالمنظر ده. لان هنا لما بتطلع بلوح الكتف لفوق كده بشكل مستقيم، في عضله اسمها الليفيتر سكابيلا هي اللي بترفع لوح الكتف لفوق. لكن عشان تحرك عضله الابر ترابس اللي هي الترابيس العلويه، لازم لوحين الكتف يطلعوا لفوق بالمنظر ده بزاويه ناحيه العمود الفقري، لان هنا الاوريجن والانسرشن بتاع عضله الابر ترابس بيكون ماسك من اسفل الجمجمه والعمود الفقري للوح الكتف. فعشان العضله دي تتحرك لازم ان هي تروح كده في الخط بتاع الماسل فايبر. ولو مش مصدقني جرب دلوقتي حالا ترفع لوحين الكتف في خط مستقيم لفوق وشوف العضلات اللي انت هتحس بيها. مش هتحس بعضلات الترابيس قوي، لكن في نفس الوقت جرب كده برضه ترفع لوحين الكتف لكن تضمهم ناحيه العمود الفقري، هتحس حتى من غير ما تحط وزن ان العضلات دي شدت جدا. اي خدمه يا عم على التركايه دي اكيد ما سمعتهاش في اي حته في الدنيا.